الأسبوع اللي فات كنت بقلب على بنترست عشان أشوف أفكار تصميمات جديدة، ولفت نظري الإفكت بتاع الكتابة في التصميم ده. ساعتها قلت ليه مستخدموش في تصميماتي، وعلى طول فتحت الفوتوشوب وابتديت إن أحاول أعمل نفس الإفكت، بس للأسف فشلت ووصلت لمرحلة من الإحباط إني فكرت أكسر شاشة اللاب. لحد ما حصل حاجة كانت عاملة زي النور اللي بقى في آخر النفق المظلم، والحاجة دي كانت نوتيفيكيشن بفيديو تريكات جديد من قناة أنا مصمم. ساعتها قدرت أعمل الإفكت اللي كنت محتاجه وعرفت تريكات تانية كتير. ونتعلم من التجربة دي قاعدتين: أول حاجة إنك تعمل لايك وسبسكرايب، وتاني حاجة إنك ما تنساش القاعدة رقم 1. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. حرفيا انت عمرك ما هتعرف تعمل تصميمات دمج شكلها كويس طول ما انت فاكر ان الإضاءة دي اترسمت كده. بص، انت عندك حل من الاتنين عشان ترسم الإضاءة صح. أول حاجة إن يكون عندك جرافيك تابلت، وتاني حاجة إنك تكون بتعرف تستخدم البين تول، ولو مش بتعرف اتفرج على الفيديو ده. وتعالى أقولك هنعمل ايه. أول حاجة هنعمل نيو لاير ونجيب البين تول ونبدأ نحدد الشكل اللي عايزين نرسم عليه الإضاءة. نروح دلوقتي على البراش الفيدد ونصغرها لحد 3 أو 2 مثلا، وندوس انتر ونمسح التحديد من باك سبيس. وبعد ما نخلص هنروح على أداة السمارج تول ونقلل السترينث بتاعها شوية، ونبدأ نسحب على الحتت اللي عايزين نظهر فيها الإضاءة. ممكن نعلي السترينث شوية لو احتاجنا. بعد ما خلصنا ممكن نعمل لاير تانية ونكبر البراش ونلون على التيشيرت بالشكل ده. هنعمل دلوقتي دبل كليك على اللاير، ومن أداة البلند اف هنعمل الت وسلكت ونحرك بالشكل ده، وهنلاحظ التأثير على الصورة لحد ما نوصل للشكل اللي عايزينه. وممكن نزود لاير ورا الشخصية وبالبراش نعمل كده، ونغير في البلند مود بتاعها لسكرين، ولو حاسين التأثير زيادة ممكن نقلله شوية من الأوباسيتي. وبعد ما نرسم الإضاءة على كل العناصر هتتحول معانا من كده لكده. انت عارف ان لون التيشيرت ده مش احمر، لون التيشيرت ده اخضر. انا دوبك بس رحت حددت التيشيرت من السلكتيف تول وغيرت في القيم بتاعة الهيو ساتوريشن وخليتها كالرايز، ودي حاجة تقريبا المعظم عارفها. لكن اللي مش كل يعرفوا ان لو كانت الشخصية دي لابسة حاجة باللون الابيض وجربنا نعمل نفس الافكت هنلاقي انه مش شغال. فلو عايز تعرف ازاي حولته من كده لكده كمل الاخر. اول حاجة هنحدد القميص بنفس الطريقة اللي فاتت ونعمل له لاير فيا كوبي. بعدها نعمل سوليد كولر بأي لون ونخلي البلند مود بتاعها مالتيبلاي. وممكن عشان نبين تفاصيل أكتر نروح على الليفلز ونغير شوية في القيم بالشكل ده لحد ما تظبط معانا، ومن هنا نقدر نغير لأي لون احنا عايزينه. طيب لو نفس الشخص هنحطه في المكان ده، هنلاحظ ان ألوانه مش متظبطة مع الخلفية، بس لو عملنا كده هتلاقي الألوان ظبطت وبقت واقعية. وعشان نعمل كده هنحدد اللاير بتاعة الشخص ونروح على image ونختار adjustment، ومنها نختار match color. وفي السورس هنختار صورة الشخص، وهنا هنختار اللاير بتاعة الخلفية، ونبدأ نعدل في القيم دي لحد ما الشكل يظبط معانا، وده هيكون الشكل في الآخر. انت تعرف ان مش كل الديزاينات بتاعة الترانسفورميشن حقيقية، وان انت ممكن تخسس اي شخص باستخدام اداة واحدة بس وهي الليكوفاي. اول حاجة هتعملها هتقف على الصورة وتروح على فلتر وتختار اداة ليكوفاي، وتبدأ تشد الأجزاء اللي عايز تصورها لجوه بالشكل ده لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. وبعد ما تخلص هتدوس على اوكي، وفي الآخر هيكون معاك بالشكل ده. لو رجعنا لنفس الشخص ده تاني وعايزين نخلي الدنيا أكنها بتشتي زي كده، هنعمل ده ازاي؟ أول حاجة هنعمل solid color باللون الأبيض، وهنروح من filter نختار render ومنها نختار fiber، ونبدأ إننا نظبط في القيم لحد ما شكلها يكون عامل شبه الخطوط بتاعة المطر بالشكل ده. وبعد ما نخلص هندوس اوكي ونغير في البلند مود بتاعها لسكرين، ومن قائمة adjustment هنختار levels وهنعمل clip and mask ونحاول إن احنا نغمق شوية. ودلوقتي هنروح على filter blur ومنها نختار الموشن blur،
وبعد ما نضيفه هنروح من فلتر بلور ونختار الجازيوم بلور ونظبط في القيم بتاعته بالشكل ده. وبعد ما نخلص هندوس اوكي. مفضلش غير اننا نروح على كيرفز ونعمل الاس كيرف بالشكل البسيط ده، وفي الاخر ده الشكل اللي هنوصله. شايف العربية دي كويس؟ تحس انها بتجري على سرعة عالية. خليني اقولك ان اللي مديك الاحساس ده هو حركة العجل بتاع العربية. وعشان نعمل التأثير ده هنقف على اللاير بتاعة العربية ونروح على فلتر ونختار بلور جاليري، ومنها نختار السبين بلور. هتظهر معانا الدايرة دي، هنبدأ اننا نصغرها ونظبط الابعاد بتاعتها على عجلة العربية بالظبط، ونبدأ اننا نشد السلايدر ده ناحية اليمين شوية عشان يخلي العجلة اكنها بتتحرك. وهنعمل دايرة جديدة ونكرر نفس التأثير اللي عملناه على العجلة التانية. وبعد ما نخلص هندوس اوكي. وعشان ندي احساس بالسرعة اكتر ممكن ناخد كوبي من العربية بكنترول جي ونروح على اللاير اللي تحت ونعمل لها موشن بلور بالشكل ده. وبعد ما نخلص هنعمل ماسك ونعكسه من كنترول اي، وهنيجي نظهر الاجزاء اللي محتاجينها بالبراش البيضة، وفي النهاية هتكون معانا بالشكل ده. خليني اقولك ان ده مش 3D، دي اداة اسمها البرسبكتيف راب، ومنها تقدر تغير في الابعاد بتاعت اي شكل عندك في الديزاين. وعشان تعمل كده هنقف على اللاير بتاعة الشكل اللي عايزين نغير ابعاده، ونروح على ايديت ونختار البرسبكتيف راب تول، ونبدأ نرسم كل وجه من الاوجه بتاعة الصندوق بالشكل ده. وبعد ما نخلص هنغير لاي اوت دي لراب، ونقدر نحركها في الاتجاه اللي احنا عايزينه ونغير في الابعاد بتاعتها كمان. وبعد ما نخلص هندوس على علامة الصح من هنا. ونيجي دلوقتي لآخر وأهم إفكت معانا، تأثير الكتابة ده إزاي يتعمل. أول حاجة هنعمل solid color ونختار لون الخلفية اللي محتاجينه، وبعدها هنكتب التكست بأي فونت عندنا، ونعمل دبل كليك على اللاير بتاعة التكست. أول حاجة هنقلل الفيل ل0%، وبعد كده هنغير في القيم بتاعة 3 حاجات هما البيفل والانر جلو والدروب شادو. أول حاجة في البيفل هنخلي الستايل بتاعها بيلو، ونظبط في الباقي بالقيم اللي نلاقيها مناسبة معانا. وأهم حاجة نخلي قيم الزوايا قريبة من القيم دي، ونخلي الكيرف شكله عامل كده. وآخر حاجة الهايلايت والشادو مود، أول حاجة هنخليها linear dodge والتانية هتبقى multiply، ونقلل في الأوباسيتي بتاعة الهايلايت لحد 13 مثلا، والشادو نخليها 50. ودلوقتي نروح على الانر جلو ونخلي البلند مود بتاعها multiply، والجريدينت يكون باللون الأبيض، ونخلي الكيرف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. آخر حاجة هي الدروب شادو، هنخلي البلند مود بتاعها ملتبلاي، ونقلل الأوباسيتي على قد ما نقدر، ونخلي الزاوية تبقى من 120 ل130. وآخر حاجة نخلي الكيرف بالشكل ده. وبعد ما نخلص ندوس اوكي. ممكن كمان نغير الخلفية لكده ونشوف شكلها. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.